تحضير عجينة الهمبرغر كنحتاج 2 كيسان ونصف ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض، وكنحتاجو معلقة كبيرة ممسوحة ديال السكر، وكنزيدو معلقة كبيرة ديال خميرة حبوب وشوية الزبدة وبيضة وحدة كبيرة، 4 معالق د الملحة ونص كاس ديال الحليب. طريقة التحضير: كنمزج في الأول الحليب مع الخميرة مع السكر، كنخلطهم بيدنا مزيان، ومورها كنزيدو البيضة كنخلطو مزيان، من بعد كنزيدو الطحين والملحة. مور ما عجنا مزيان كنزيدو الزبدة مذوبة كنزيدو نخلطو حتى كترجع عندنا العجينة رطبة. منين كنساليو العجين مرة كنحطوها وكنخليوها تخمر مغطية واحد 2 سوايع د المكانة. صافي. بالنسبة للكفتة أنا عدت الكفتة ديال الدجاج مع الكفتة ديال اللحم و2 بصلات والكوزة والتحميرة والعطرية ديال الكفتة اللي كتجيبها من الجزار نيت. خطوات تحضير العجينة والكفتة: أول حاجة كنبداو بها هي العجينة، كنجبدوها وكنبداو نديو فيها ونجيبو، من بعد كنقطعوها ونعدلوها على شكل كريسات صغار ونستفوهم في المول اللي غيدخل الفران. هاد العملية كنديروها هي الأولى باش نخليو العجينة تاخد وقتها الكافي وتخمر على خاطرها وتطلع مزيان. في هاد الوقيته اللي العجينة كترتاح فيها كنمشيو نوجدو الكفتة ونشرملوها ونقدوها كيف ما بغينا. هكا ملي كنوجدو الكفتة وكتكون واجدة للدخول للفران كتكون العجينة حتى هي طلعت وخمرات، باش في الأخير ندخلو الكفتة طيب ونتبعوها بالعجينة أو نطيبوهم بجوج ويكون كلشي واجد وسخون في دقة واحدة.